السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ابدا الفيديو حابه اقولك لو انت اول مره تشوفي قناتي وعجبتك يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. وكمان تخشي تكتبي لي كومنت حلو كده عشان اعرف ان انت جديده واخش ارحب بيكي. بصي بقى انا ابدا معاكم بقى النهارده الروتين دوت كان يوم العيد. بعد بقى اول حاجه رحت رسمت السجده بقى كده، خليت رسمت لها كده حنه على ايديها غير التاتو اللي انا كنت رسمه لها اول يوم العيد دوت. لا ده غيره، انا كنت رسمه لها تاتو لكن دي حنه عاديه. وبعدها بقى رحنا صلينا العيد، بس انا معرفش اصور لكم هناك لان هناك الجو كان زحمه جدا. بصوا بقى فرقوا ايه بقى في الصلاه بعد العيد. بعد الصلاه يعني فرقوا اللي هو الكيس اللي هي بقى فيها البونبوني والمصاصه والحاجات اللي هي الجميله اللي انتوا شفتوها دي، قلت اصورها معاكم واوريها لكم. وبعد كده بقى رحت لماما بقى اتغديت معاها اخر النهار بقى، رحت اتغديت معاها كده. اتغدينا ايه بقى؟ اتغدينا بقى طبعا انتوا عارفين ده كان اساسي اول يوم عيد كده عند كل المصريين. كان رنجة. عملنا بقى رنجة بقى وفسيخ وبقى الطحينة والخيار والبصل بقى عليه خل وليمون. وكانت اكلة جميلة جدا جدا، كفاية بس ان هي كانت معاهم. وبعدين بقى سبتها بقى ورحت قلت اروح امرجح سجدة بقى فسحها كده شوية. احنا عندنا مراجيح هنا يعني في المنطقة يعني وكده، فقلت بقى اروح امرجعها كده عشان تفرح بقى وتتبسط. فلبستها بقى السلوبيتا بتاعتها انا وريتها لكم ديت. قلت يعني عشان حاجة خفيفة كده وتعرف تتحرك بيها، هي عندنا هنا في المنطقة يعني مركبناش مواصلات ولا اي حاجة. ورحت كده مرجحتها كده عشان تفرح بقى وتتبسط وتحس بقى بالعيد زي ما احنا زمان واحنا صغيرين كنا بنتبسط وبنفرح بالعيد بس عشان المراجيح ديت. يعني كنا بنفرح بالعيد بس اول لما يقولوا عيد كده نفرح عشان هنروح نتمرجح. وقلت بقى عشان ابسطها يعني كده وما ازعلهاش، ورحت مرجحتها كده. ادم بقى ساعتها كان نايم ما خدتوش معايا. كان كسلان كده وعايز ينام، وكانش طبعا نايم طول الليل، كنا طول الليل سهرانين. وصحينا طبعا بدري بقى عشان الصلاه وكده. فكان نايم ما خدتوش معايا، قلت بدل ما ينام على دراعي بره ومش هيتبسط قلت خليه نايم في البيت، وخدتها هي بس كده. قلت ايه همرجحها وكده. طبعا ساجده اهم حاجه عندها لعبه النطيطه ديت. مش عارفة اسمها نطيطة تقريبا، فهي بتحبها قوي يعني لازم نروح اي ملاهي لازم اول حاجة تركبها هي، مبتبقاش عايزة تخرج منها. بتحبها قوي، بتحب تلعب يعني فيها وكده. كانت مبسوطة قوي قوي، وكانت عمالة تحسب لي العيد دوت من قبلها بفترة. تقول لي ماما العيد هيجي امتى، العيد هيجي امتى، عشان المراجيح ديت بالذات، وعشان طبعا بقى اللبس الجديد وكده وان انا اظبطها وكده وتروح المراجيح، فهي كانت فرحانة عشان كده بس بالذات. بس احنا عايزين، بس احنا بنعمل كل حاجة عشان نفرحهم وعشان يتبسطوا ويبقى عندهم ذكريات جميلة كده لما يكبروا. يفتكروها هما يعني صغيرين كانوا بيعملوا ايه واحنا كنا بنعمل معاهم ايه، زي ما احنا كده لحد دلوقتي بنفتكر الذكريات بتاعت زمان واحنا صغيرين واحنا اطفال. كنا بنروح فين وكنا بنفتكر اللبس الجديد ونفتكر كل حاجة. فانا عايزاها برضو كده تبقى ليها ذكريات جميلة كده لما تكبر ان شاء الله. بس كده بقى قضينا اليوم كده بقى في المراجيح كده والملاهي، ولعبت شوية بقى كده واتبسطت قوي. وانا مروحة بقى بالليل، طبعا انا ما كنتش عاملة يوميها غدا. فقلت بقى اجيب اكل بقى بالليل كده ونتعشى بقى بالليل. فجبت بقى وانا جاية جبت بيتزا، وجبت كمان معاها كريب شاورما. طبعا انتوا عارفين بقى العيد بيبقى خارجين بقى من صيام كل يوم كنا بنعمل اكل. فيوم العيد ده بنقضيه كده بنجيب اي حاجة كده من بره. كل عيد يعني بنعمل كده نجيب اي حاجة من بره نتعشى بيها. او نتغدى بيها ايا كان يعني، ونقضي يعني اليوم كده وخلاص ما بنعملش اي حاجة في البيت. بس كده دي بقى البيتزا، وجبنا كمان جنبها بقى معاها كاتشب كده وجبنا كمان جنبها شيبسي. وده كان الروتين بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله استنوا فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.